احبابي الكرام، عساكم بخير. رجعنا تاني بنصور فيديوهاتنا وبنستكمل فيديوهاتنا واحنا شغالين في منطقة بيت الوطن. وكان اخر فيديو اتكلمنا فيه بشكل عام عن المناطق، وقبلها كنا مصورين النورث هاوس. طب احنا كنا بادئين الفيديو منين؟ من شارع ال90 ودخلنا حالا اليمين تقاطع مع شارع النوادي. هنصور النهارده ايه؟ هنصور النهارده الحي الرابع بيت الوطن، الحد الشمالي، وممكن نخش نشوف احرف داخليه، وليكن نمشي ما بين حرف الاي وحرف البي، او نمشي كده في النص بحيث ان احنا نصور لكم الحي الرابع وصل لايه. بالمناسبه الحي الرابع والحي الثالث هما اخر حيين هيخلصوا في بيت الوطن انشاءات، فعشان تبقوا واعيين لكده من غير صدمه. ده شارع النوادي، اللي على شمالنا ده بالمناسبه الحي الثاني، اللي على شمالنا ده الحي الثاني بيت الوطن. وكنا صورنا بالفعل اللي هو تصوير قبل العيد، صورنا اكتر من حرف. ما كنت صورت حرف الاف بصراحه واتسالت عليه، بس قلت هبقى اصوره في المره الثانيه وانا بصور الحي الثاني. الحي الثاني الشارع دوت عليه حرف الاي والدي والاتش، دولت الثلاث حروف اللي على شارع النوادي في الحي الثاني. حرف الاتش هو اللي ما تسلمش فيهم، الاي والدي تسلموا، انما حرف الاي لسه، الاتش اسف لسه ما تسلمش. anyway احنا دلوقتي هنخش على الحي الرابع وهنصور فيه بحيث ان انتوا تبقوا عارفينه من شارع النوادي. الحي الرابع مشهور ان هو مقابل للنادي الاهلي، بس هو النادي الاهلي في الجزء الجنوب الغربي بتاع الحي الرابع. احنا هنخش دلوقتي من الجزء الشمال الغربي بتاع الحي الرابع، اللي هو شمال الحي الرابع، وهنبص على الاراضي اللي بالجنيه المصري اللي هي الاكثر تميزا. الاراضي ديت اول ما نخش شمال هنلاقيها على ايدينا اليمين، وهي بتبقى تقريبا حرف البي التقيله، حرف الكيو، حرف الان، حرف ال. هما تقريبا الاربع حروف دولت. الطريق دوت بيمهد ان هو يتسفلت ويبقى عريض ويتجهز، فاتمنى ان هم يخلصوه في اقرب وقت ممكن ان شاء الله. احنا ماشيين دلوقتي عليه مضعضع، مشينا فيه اكتر من مره، لكن هم بيعملوا التوسعات الجديده اهوت اللي هو شارع النوادي او شارع الجيش زي ما بيسموه. المنطقه ديت منطقه اتش في الحي الثاني، لسه هي على الطبيعه لم يتم تسليمها فعليا او الشغل بيها، لكن فيها كراكات وحاجات شغاله كتير. هندخل حالا في الشارع الاساسي بتاعنا اللي هو بيصور لنا الحد الشمالي بتاع الحي الرابع، وهو في نفس الوقت الحد الجنوبي بتاع الحي الثاني. وهنبدا نشوف الحي الرابع. الحي الرابع بدا يبقى فيه عمارات زي ما انتم شايفين هناك اهوت، بس في الحروف اللي هي تحت حرف الكي في الغالب، والاي والجي والاتش اللي في الحي الرابع. هندخل دلوقتي شمال، ادي الحي الرابع الحد الفاصل. والله يعني العماره اللي انا شايفها دي معناها ان هم سلموا او بداوا يسلموا في الحروف اللي بالجنيه المصري. ده تقريبا حرف الكيو اللي قدامنا دوت، دي الحروف اللي بالجنيه المصري اللي بيسموها الاراضي الاكثر تميزا، اللي هي مساحات الشقق فيها مش كبيره زي النورث هاوس وزي التكميلي اللي هي الاراضي اللي هي ال500 من 450 ل 500. طبعا انا بصور دلوقتي في 7/2023 عشان ايه تتخيلوا الوضع. المنطقه اللي على يميننا دي المناطق اللي هي بالجنيه المصري اللي هي بيسموها الاراضي الاكثر تميزا، مش بيت الوطن. وده مسمى عشان بس نبقى فاهمين، ده مسمى، مش ده معناها ان هي اكثر تميزا، لا ده مسماها كده لانها بالجنيه المصري، واللي بالدولار اسمها بيت الوطن. وهي العمارات اللي مبنيه هناك ديت اللي احنا شايفينها مبنيه، ده حرف البي اللي هي الاراضي ال 600 متر مش ال 450 متر. الاراضي اللي بالجنيه المصري هي خلاص الى حد كبير بيحطوا عمليه الكهرباء وشغالين فيها. وادي حرف البي اللي هو الحي الرابع بيت الوطن، ده حرف البي. نحاول نخش نشوف شارع يكون مفتوح وندخل مثلا وليكن ما بين حرف البي وحرف الاي. اللي على يميننا ده حرف البي بادئ فيه شغل اهوت. طبعا المنطقه دي لانها صخريه وفي ظهرها صخريه، فدي اللي كانت اخرت الانتهاء منها وتجهيزها. طبعا الحي التاني ده حرف ال وحرف الام، واحنا صورنا فيه قبل كده.
حرف البي بيخلص هنا وبيبدأ حرف الاي. خلينا نخش نصور كده شوية بشكل عشوائي، نمشي ونشوف هنوصل لفين. ايه رأيكم نمشي شوية كده بين حرف الاي وحرف البي؟ كنت انا مشيت هنا قبل كده مرة وكنت وقفت. خلينا نمشي تاني ونشوف. طبعا اخر الشارع هيبقى الفيزون على ايدينا اللي في وشنا دوت، ونقدر نخش يمين يبقى على شمال. طيب ده الشارع اللي ما بين حرف الاي وحرف البي. بعد ما بيخلص حرف الاي وحرف البي بنشوف حرف الدي وحرف السي وهكذا. طيب هل الطرق هتبقى مفتوحه لنا نقدر نمشي بيها؟ احنا دلوقتي اللي على شمالنا ده حرف الاي، يعني كل المباني دي موجوده في حرف الاي الحي الرابع برضه عشان نبقى واخدين بالنا. فيها شغل طبعا عن برضو اخر مره. واللي على يميننا ده حرف البي الحي الرابع. هو انا لو مشيت هلاقي الدنيا مفتوحه؟ مش عارف ده بيفضي ولا بيعمل ايه. النقل ده واقف، هيمشي ولا هيقف؟ هتمشي يا عم ولا تقف؟ ده حرف البي زي ما انتم شايفين، وده حرف الاي، وراه الاراضي بتاعت حرف الدي. طيب هل هنقدر نمشي؟ خلينا نشوف. هو ماشي اهوت، شايفين كمية تكسير. عشان كده كنت دايما بقول يا جماعة الحي الرابع والحي التالت هما اخر حيين هيسكنوا وينتهوا في بيت الوطن. وان كان الجزء الجنوبي في الحي الرابع اللي في وش النادي الاهلي لما نصوره، شايفين الكسرات، سامعين؟ الجزء الجنوبي اللي في الحي. خلينا نخش كده ونشوف لحد ما العربيه النقل دي تقرر هتمشي ازاي. احنا كده ماشيين في قلب حرف البي. نلف كده، نحاول قدر المستطاع ان انا اصور لكم شويه في الحي الرابع عشان تبقوا متخيلين المكان، متخيلين اللي اتبنى. حرف البي وحرف ال اللي في وشنا. اعتقد ان المكان هنا مش ممهد للشغل، واعتقد ان احنا في وسط حرف البي ماشيين، وعلى شمالنا حرف الاي. دي الشوارع، مباني وانشاءات في حرف الاي وحرف البي. اعتقد ان الطريق مش ممهد للاسف ان احنا نقدر نمشي فيه. بالمناسبة الاراضي اللي في الوش ديت هي حرف الدي وحرف السي، لسه ما اتبناش فيها حاجة ولسه بتجهز. وبعديها طبعا حرف الاف. نحاول نصور ونشوف ممكن نخش من طريق الفيزون ازاي. تحياتي ليكم.